واش بغيتي نتكلموا بصراحه ونجيك من الاخر، راه هاد السياسيين اليوم وهاد الحكومه وهاد النقابات وهاد المنتخبين بصفه عامه راه ما بقاوش صالحين حتى شي حاجه، راه غير كيهلكوا في الميزانيات، راه ما دايرين حتى شي حاجه. وانا غادي نعطيك امثله زوينه وبسيطه جدا. اليوم في المغرب غادي نعطيك مثال، عندنا 200,000 سياره خاصه غير بالمنتخبين والسياسيين. هاد 200,000 سياره غادي يديروها تقريبا كتخسر 150 درهم في النهار. إلا جينا نقيموها بحسبة بسيطة جدا غادي نجي نلقاو على أنها كتقام علينا ب3 الملاير في النهار، يعني 90 مليار في الشهر، يعني 1000 مليار في العام. دفرت عليك بالله، واش هاد الميزانية هادي ما كفيلة بتحقيق التنمية؟ الوزير اللي ما ينزل للسوق وما يعرف ثمن الأسعار، ثمن الزيت، ثمن الخبز، ثمن السكر، ثمن البصلة، ثمن المطيشة، هذا ماشي مسؤول سياسي، هذا راه في برج عاجي وما يمكنش يعالج شؤون المغاربة. متوفر له السيارة بالغازوال عامرة، متوفر له لوطوروت ما كيخلصهاش، متوفر له لوطيل، متوفر له الماكلة، متوفر له كل شيء. والحصيلة اشنا هي؟ اش كيعطينا هذا المنتخب؟